السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ رب تكونوا بخير. ايوه بالظبط كده اللي انت سامعه ده صح. احنا رجعنا بودكاست خطيف، سيزون جديد، بطلنا شهور، بس النهارده راجعين بحاجة جديدة. احنا هنعمل سيزون كامل عن شخص عمل لنا معاناة كبيرة قوي في حياتنا، وللأسف دايما بنشك هو احنا صح ولا غلط. فمش هرغي في الانترو كتير. احنا السيزون ده كله هنتكلم عن النرجسي، وما دام هنتكلم عن النرجسي يبقى هنتكلم في التخصص. فاحنا النهارده مش معانا اي حد، احنا معانا دكتورة مي، دكتوراه في علم النفس، وهناخد النرجسي من شعره لصوابع رجليه بالبلدي كده، مش هنزوق في الكلام. يلا بينا. دكتورة مي، ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام، الحمد لله. بعتذر ازيك؟ عن الميعاد الغريب اللي احنا بنسجل فيه، بس دي غلطتي. ولا يهمك. مش دايما الناس بيبقى يومها مقلوب زيي، بس هي الناس اللي اوريدي بتسمعني عارفة الموضوع ده. فاحنا كنا بنشكر دكتورة مي، هي صاحية مخصوص النهاردة عشان نعمل الحلقة دي، وهنبدأ من غير رغي زي ما قلت. هو نرجسي ده ليه صفات معينة؟ هل أي حد نرجسي، اي حد مؤذي سوري بيبقى نرجسي، ولا ده اذاه مختلف؟ انا جاي النهارده اتعرف عن نرجسي زي الناس اللي هتسمعنا. فمعاكي المايك، انطلقي. بص، في السنين الأخيرة المصطلح ده انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وبقى أي شخص يكذب أو يخون أو يتعامل وحش على طول بنقول إن هو نرجسي. تمام. تمام. لكن في علم النفس النرجسية ليها معنى محدد، مش معناها الأذى أو الأنانية. يعني ما ينفعش نستخدم المصطلح بشكل مبالغ فيه، يعني هيخلينا نسيء فهم الأشخاص اللي هي أصلا، يعني شخص ممكن يبقى أناني أو عنده ضعف في مهارات التواصل، نبدأ نقول إن هو نرجسي. ده هيخلينا إن احنا نستخدم المصطلح أي حد مؤذي نقول عليه نرجسي، ده غلط. أو نقلل من خطورة الاضطراب نفسه. يعني ال النرجسيين مؤذيين، فاحنا لو هنقول على كل الأشخاص نرجسيين يبقى احنا كده قللنا من خطورة الاضطراب. تمام. مم. تمام تمام جدا. مم. ما عشان كده جايين للتخصص بقى، احنا عايزين نعرف. يعني انا واحد من عامة الناس كنت اشوف النرجسي ده مثلا اي حد مثلا عنده جنون عظمة شوية كنت اقول عليه نرجسي. اي حد بيقول انا ما حصلتش وانا في الشغل بعمل اللي ما بيتعملش، انا واحد من الناس كنت بسميه نرجسي. بس واضح لما شفت بوستاتك وفيديوهاتك عرفت ان الموضوع اكبر من كده. فاحنا اشمعنى؟ النهارده هنقفشه وسط الجروب. احنا هنقفش النرجسي، لان مش اي مؤذي نرجسي، لان احنا ممكن نقلل او نزود من خطورة الموضوع اللي هو التعامل مع النرجسي نفسه ده لجهل مننا بيه. صح. فيلا بينا بقى. اقول لك يعني ايه نرجسية الاول. بالظبط كده، احنا عايزين نعرف الصفة، بعد كده مم. نشوف هو بيخش لنا ازاي وايه فرايسه. لان النرجسي مش اي حد هيشوف نفسه عليه بالبلدي يعني. في حد فينا حاجة ضعيفة، تروما بقى قديمة، أي مشكلة خليته عرضة إن هو يبقى فريسة سهلة للنرجسي. فاحنا الأول هنتكلم في النرجسية عامة، بعد كده النرجسي ده نصطاده ازاي، وايه اللي بيشوفه عشان يتغذى عليه فينا. تمام. يلا بينا. بص، اول حاجة النرجسية هي نمط من التفكير والشعور، يعني مش مجرد شوية اعراض، لا دي نمط من التفكير، نمط ثابت بيخلي الشخص ده اللي هو المصاب باضطراب الشخصية النرجسية بيشوف نفسه اكثر أهمية من الآخرين. يعني هو ما حصلش، هو محور الكون. تمام. مم. طول الوقت محتاج لإعجاب وتقدير. تمام. يعني هو بيتغذى على ده. فدي نقطة برضو هنقول ليه هو بيختار شخصيات معينة هتمده بالإعجاب والتقدير. وبيبقى عنده ضعف في التعاطف، وفعلا هو بيبقى مش بيعرف يتعاطف. يعني حرفيا هو مش يعني الناس مش بتصعب عليه. اوبشن عنده الحساسة مشكلة. ده نزل من غيره. موجود. تمام. تمام. بعد كده هنتكلم عن الفرق بين النرجسية والثقة بالنفس، لأن ممكن احنا بالظبط. نشوف واحد واثق بنفسه فنقول لا ده هو شخص نرجسي. لا، مش كده.
طب نفرق ازاي؟ زي ما انت بتقول من شوية ان ممكن اي حد ناجح في الشغل او كويس في حياته او واثق في نفسه نقول ده نرجسي. لا، في فرق بقى. فرق هنا ايه يعني؟ الزتونة زي ما بيقول. بالظبط. ال- الثقة بالنفس ان الشخص بيعرف نقاط قوته وضعفه. يعني الشخص الواثق من نفسه عارف نقاط ضعفه بيقولها، او عارفها يعني. ومش هيهتم برأي الناس زي النرجسي. صح. مم. تمام. تمام. لكن ال ال الشخص الواثق من نفسه مش بياخد قيمته من مقارنة نفسه بالآخرين. يعني أنا واثقة من نفسي، بقارن نفسي بنفسي زمان، لكن مش هقارن نفسي بزميلتي أو زميلي في نفس المهنة اللي أنا بمتهنها مثلا. لا، أنا يعني ما بعتمدش على المقارنة، لكن النرجسي بيعتمد على المقارنة. لازم يحس إنه متفوق على الآخرين. يعني مش مجرد إنه متفوق، لا ده متفوق على الآخرين. تمام. تمام. آه، بيبقى النرجسي عايز على طول يبقى مميز. تمام. اللقطة. اه. هو بيحب ياخد انا اللقطة. فانا ايوه. هاخد اللقطة لو انا في مكان مش باين. مم. هيبدأ يشوف يلفت الانتباه الناس اللي موجودة ازاي. واعتقد الواثق بنفسه، الواثق في نفسه مش هيحتاج ده. لا. اللي جاي مهم، فاللي جاي هيحتاج شوية بقى ايه، شوية ريلاكس كده. احنا مش بنبرر له، يعني احنا مش بنبرر الاذى، بس هو مش نرجسي. هو بيأذيك عشان نوبات الغضب اللي بتجيله، او عنده ضعف في مهارات التواصل، او عدم نضج انفعالي، او اي اضطرابات تانية. فهو بيأذي ده الشخص الطبيعي. عشان او مم. شخص عنده مشاكل بس مش نرجسي. عشان كده مش هنعتبر كل شخص مؤذي نرجسي. يعني الأذى سلوك، لكن النرجسية نمط شخصية له خصائص محددة. ما ينفعش إن أنا أقول على كل شخص بيأذيني نرجسي. لا، ده ليه تشخيص بقى وحاجات تانية ونمط في شخصيته.
مجرد نوبة غضب جات له فهو بقى لا هو مؤذي، النرجسي مؤذي. لكن الشخص اللي عنده ضعف في مهارات التواصل فممكن يأذيك بكلمة عشان هو مش عارف يتكلم، فاهمني؟ او ما عندوش فهمت. رد فعل. يعني هو بمنتهى البساطة كده اي حد حصل له اي موقف بيعصبه ممكن ما يضمنش رد فعله هيأذي اللي قدامه. حد ما بيعرفش يعبر عن نفسه زي ودي حاجة موجودة يمكن مشتركة بيننا وبين الحيوانات. اوقات الحيوانات مهما كانت أليفة لو مش عارفة تعبر عن نفسها بتبدأ تعض، حتى لو هتعض صاحبها. بس انا عايز اقولك ان في مشكلة انت مش واخدة بالك منها. لكن النرجسي هو واحد اوريدي بيتغذى على ده. بيأذي عن عمد، يعني عن قصد، مش مجرد. ما خلاص دي اللذة بتاعته، ده اللي بيغذيه. يعني حد بيجوع بياكل. النرجسي عشان يكمل ويلفل يعني يعدي ويعمل ابجريد كده، لا احنا صباحين ربنا كده هنجيب تروما لكام واحد النهارده. طيب سؤال ليه علاقة باللي احنا لسه سألينه، هل ممكن يأذيكي شخص مش نرجسي؟ ايوه، ما هو ده بقى ده يعني بنكمل السؤال اللي قبلي. ممكن شخص يأذينا مش نرجسي، بيمر بضغوط شديدة. يعني انت بتتعامل مثلا مع صديقك او انت بتتعاملي مع زوجك وهو عنده ضغوط شديدة، بس هو في الطبيعي مش مؤذي، تمام؟ فممكن في النص كده، بس مش نمط ثابت ومتكرر. ده مرة يعني لازم عشان نقول ان هو نرجسي او ان هو شخص بيأذيني وان هو مش قصده يبقى عابر، حاجة عابرة. لكن النرجسي بيبقى عنده تكرار، أذى متكرر متعمد. ممكن برضو شخص يأذينا يبقى اتعلم أساليب غير صحية أو غير صحيحة. يعني هو اتربى إن مثلا الضرب أو النقد أو كده هو ده الأسلوب، هو اتربى على كده. أنت عارف إن إحنا نتاج لأفكارنا وتربيتنا، فهو اتعلم الأساليب دي من صغره، تمام، في التعامل، فبيبدأ يتعامل بيها. وما عندوش ذكاء انفعالي. في ناس ما عندهاش ذكاء انفعالي، او ناس انانيه، شخص كان اناني لاي بقى اي سبب في التربيه، اي سبب ما، او ناس وقت الخلاف معدنها بقى الحقيقي بيطلع. بس ده مش معناه الاضطراب. بالظبط كده، احنا بنتكلم في العادي. طب ده بقى بياخدنا انا دلوقتي، انت دلوقتي حد دكتوراه ودرس ده وبيعرف، انا دلوقتي واحد على باب الله، الناس اللي بتسمعنا دي على باب الله، عايزين نقفشه او تعالي نسأله بطريقة تانية، ايه العلامات اللي قد تثير فعلا الى اضطراب الشخصية النرجسية؟ ماشي، في شوية علامات هقولها بس هي مش بتكفي للتشخيص. التشخيص بيبقى تقييم شامل بقاله قد ايه وهكذا، فاحنا هنقولها برضه يعني احنا هنقولها، بس عايز اتكلم في حتة في الصوت دلوقتي تمام، ساعات بيروح ويجي، الناس اللي قاعدة معانا دي مش غريبة، قشطة الدنيا. لو في سماعة او كان في سبيك اللي شغال دلوقتي خلينا نكمل بيه. تمام. ايوه دلوقتي كده تمام. هو كان في يعني الصوت بيتكتم سنة كده، فممكن انا اغطي عليه الناس ما تسمعش، وانتي طبعا اهم حد في الحلقة دي. انا ممكن اروح عادي دلوقتي. لا اتكتم تاني، ايه بقى اللي حصل في الصوت؟ ما انا ساكتة. لا هو اتكتم. اوكي. طيب انت بتتكلمي من السبيكر ولا بتتكلمي من المايك؟ لا من السبيكر. سبيكر، اوكي. طيب اوكي، يلا نجرب تاني، ولو في اي حاجة في الصوت هنظبطها هقولك. احنا دلوقتي بنتكلم في العلامات اللي بتشير فعلا الى اضطراب الشخصيه النرجسيه، عشان نعرف نفرق بقى اللي قدامنا ده مؤذي عادي، مؤذي نعذره، ولا مؤذي نرجسي ما يستاهلش مننا التعاطف. وده هياخدنا ان هل ممكن نتعاطف مع النرجسي. ناخدها من الاول بقى. الاول تعالي نتكلم في العلامات. تمام. هي العلامات اللي هقولها مش هتكفي للتشخيص، تمام، بس على الاقل هتحطنا على البدايه. تمام. اول علامه، النرجسي بيبقى عنده شعور مبالغ فيه بالاهميه. انا مهمه قوي، انا محور الكون، انا ما حصلت. اللي هو احنا قاعدين في الاجازه، قاعدين على قهوه، قاعدين في اي حته وجاله تليفون، ما فيش حاجه بتمشي من غيري يا جماعه. طب اعمل ايه؟ ما اجس يعني ولا اعمل لكم ايه بالظبط؟ انا جامد جدا. بالظبط. اصلا انا عرفتهم بس شخصتهم متاخر. لازم يعدوا علينا كلنا للاسف.
تاني علامة الحاجة المستمرة للإعجاب، هو بيتغذى على الإعجاب. تمام. تمام. اللبس بقى، اه برفيوم، ساعة صيني عادي جدا، بس هو اللي لبسها، هو اللي اداها احنا اللي بنعمل براندنج للحاجة، مش الحاجة اللي بتعمل لنا. أنا جميل. بالظبط. ودي يعني ايه، هو استخدم فيها الجزء المتطرف، لان احنا المفروض نبقى حلوين قدام نفسنا وما نستناش رأي حد، بس صح. الباشا عدى، هو ما عايز عشان مش مدح واثق طول من الوقت. ما عشان مش واثق من نفسه، هو بيبين لنا بس إنه واثق. محور الكون، مفيش حاجة بتمشي من غيره، والمدح الكتير، وايه تاني؟ بيستغل الآخرين عشان يحقق مصالحه. يعني هتلاقي النرجسي ده ليه علاقات، يعني بيعمل علاقات مثلا عشان يوصل، وبعد فترة، أو مش علاقات يعني، بيستغل العلاقة. بعد فترة هو مش بيبقى على العلاقة، بياخد مصلحته ويرميها. يعني هجيبها لكم الآخر. بالظبط. انا كنت عايز حاجة معينة، عايز اشبع حاجة معينة، الحاجة دي اشبعتها، يلا هعمل ليفل اب، هعمل بقى ابجريد بقى للشخصية اللي عايزة الحرق دي، وخلاص اللي قدامي ده خلاص انا اداني الحاجة اللي انا عايزها. صحيح. عشان كده لما بقول للحالات اسحبوا الاهتمام خالص، يعني انت نفختيه او انت نفختها، اسحب الاهتمام بقى. فالسيبة. فبيبدأ، الله ينور. زي ما نفخته رجعه تاني. أيوة. فبيبدأ لو الشخص عنده اضطراب شخصية نرجسية، بيبدأ يبان بقى، او يمشي بقى، انت مالكش لازمة، انا كنت بتغذى على الاهتمام اللي انت بتديهولي. وخلاص ما خدته، ينفخش فلو الناس يا اديتك جماعة. اهتمام ده كان مجرد قناع. اه، ما ننفخش الناس، يعني معلش، خلي كل واحد يحطه في مقامه. مقامه ومكانه، علشان في ناس للأسف لما بتاخد ده غلط ما حدش بيخسر غيرنا احنا. مم. طيب، طب هو نرجسي ليه دايما عايز اعجاب مستمر؟ يعني ايه ده هيوديه لفين بعد كده؟ استنى نكمل العلامات وبعد كده هقول. اوكي تمام، العلامات ما كانتش خلصت، اوكي سوري. لا لسه. يلا بينا. بعد كده اهم علامة بقى ضعف التعاطف مع مشاعر الاخرين. دي علامة مميزة جدا، لان ممكن يبقى الشخص، احنا مش متأكدين قوي انه نرجسي او ولا لا، بس انا بتكلم على التشخيص مع مختص. دي علامة مم. مميزة ان هو فعلا مش بيتعاطف مع مشاعر الاخرين. يعني ممكن تبقى واحدة قاعدة بتعيط او زعلانة مثلا ان حد ما عندها توفى، هو جوزها او شريك حياتها النرجسي او العكس نرجسية، وجوزها عنده مشكلة، هي مش متعاطفة فعلا، مش فاهمة، هي مش فاهمة ان هو حاسس بإيه، او هو مش فاهم هي حاسة بإيه، هو مش بيحسوا. هو ما عندهمش تعاطف مع مشاعر الآخرين. ان حد قاعد متضايق عشان فقد حد او حصل له اي حاجة، هم مش بيتعاطفوا. مش عارف اقول لك ايه، احنا لحد دلوقتي لو اقول لك في كام واحد هيتعمل لهم بلوك بعد الحلقه دي مش هتصدقي. انا كل صفه بقى فيش بيها حد اعرفه، كل موقف اتقال، كل حاجه اتقالت، خلاص بعد البودكاست ده لحد دلوقتي احنا وصلنا ل4، لحد ما هنوصل لاخر الحلقه هيبقوا كام، لحد ما نخلص السيزون بقى تقريبا هتفضى. اه، بس مفيش دول علاقات احنا. يعني قلتهم احسن. صحيح. احنا كده خلصنا لسه الأعراض الصفات. الجنسية. يلا استنى، لا بينا. لسه اوكي. كتير قوي. لا لا كتير، هو انا خايف على اه الناس اللي اعرفها والله. أو النرجسي عنده إحساس بإنه يستحق معاملة خاصة. دي بتبقى حاجة وحشة قوي على الناس اللي حواليه قريبين منه. هو حاسس إن هو يستحق معاملة ملوك بقى، يعني معاملة من حتة تانية. مم. وبيغير من الآخرين، يعني هو بيغير من اللي حواليه وبيحسدهم. مش المشكلة بقى إن هو بيتهمهم إن هما بيحسدوه وبيغيروا منه. ما كل معاه سبحان الله، وكل حاجه واخدها بالعكس. اه. ما هو محور الكون ده هيبقى اي فعل ولو صغير، يا اما عشان يأذيه وده قاصد انه يعمل ده، يا اما عشان معجب بيه، وهو دايما مش هيشوف غير الوحش، مش هيشوف غير نظريه المؤامره. هو عنده حساسية كبيرة للنقد، رغم ان هو بيبان ان هو واثق في نفسه. هو طبعا احنا قلنا ما عندوش، مش واثق في نفسه، بس هو بيبان كده. فهو بيبقى عنده حساسية كبيرة للنقد، وده الفرق بينه وبين الشخص اللي واثق من نفسه اصلا. الشخص اللي واثق من نفسه عادي تنتقده هيشتغل على نفسه، لكن هو بياخد اي نقد، او اي النقد اللي هو انا هقول له مثلا انت غلطت في كذا، او في كذا غيرت، فهو مش بيقبلها. هو بيشخصن ممكن الامور.
يتضايق جدا، يعني ممكن يتضايق جدا لو حد نقده، لا يعني هيحس الدنيا بتهديد، هيحس قامت ان مش انت هتقعد. بتهدده. انت بالظبط. بتهدد. فهي دي العلامات، ودي ما تكفيش للتشخيص، واحنا قلنا 100 مرة ان التشخيص لازم يكون مع مختص. تمام. تمام. وده تقريبا جاوب على السؤال التاني اللي انا سألته اول ما خلص العلامات. هو كده مم. النرجسي مش واثق في نفسه، هو قناع لا لا، فعلا. بص هو بيبين ان هو واثق في نفسه، حلو، لكن هو من جوه هش جدا. فهو بيعتمد على الاعجاب الخارجي، ده سؤال برضه انت كنت سأله، علشان يحافظ على صورته عن نفسه. هو مش واثق في نفسه، فانت كل ما هتعجب بيه هيحافظ على الصورة الوهمية دي. فلو اي حد نقده او قال له انت غلطان، هيحس بتهديد شديد للصورة دي. علشان كده النرجسي دايما محتاج للاعجاب المستمر، صح. وبيتعامل مع النقد ان الموضوع شخصي، وان انا عندي مشكله مع الشخص مش مع الفعل. مم. هو موظف في الاعجاب. شركه، ايوه. كمل. يعني عايز اقول مثلا هو موظف في شركه، لو هنتقد ارقامه مثلا، لا انا مم. بنتقده هو، انا كده عندي مشكله معاه هو، انا كده مش عايزه يكمل، انا كده خايف على مكاني، شايف ان هو هيكبر وهياخد مكاني، مع ان ممكن تكون الحاجه صغيره جدا وهو المستفيد منها لو سمع. مم. يعني النرجسي ده اول اعدائه هو نفسه. هو مش بيعرف يحب أصلا، ولا يحب نفسه ولا يحب غيره. طب النرجسي يعرف ان هو كده، يعني يعرف ان هو يعني مقرف للدرجه دي؟ هل النرجسي بيعرف انه نرجسي؟ بص، آه هو مش كل النرجسيين بيعرفوا، يعني مش بالضرورة ان اللي عنده اضطراب الشخصية النرجسية شايف ان هو عنده مشكلة، لان هم معظمهم بيستخدموا ميكانيزم الاسقاط. فهم مش شايفين ان المشكلة فيهم اصلا، احنا زي الفل، احنا اللي حوالينا هم المشكلة وهم السبب. بالظبط، هم اللي وعشان مشخصنين كده الامور. ايوه. وعشان كده مش بيطلبوا العلاج. بيطلبوا العلاج في حالة واحدة بس، لما تجيلهم أزمة كبيرة في حياتهم وفي علاقاتهم، وخلاص بقى هم بيضيعوا أو فقدوا حد. تمام، بيبدأوا يطلبوا العلاج، ودي حالات نادرة جدا على فكرة. تمام. يعني مش كل حد نرجسي بيحصل له فقد بيفوق؟ لا لا، وممكن أصلا يعني يمثل إن هو أنا تعبان وعالجوني، وبعد شوية لما الأمور تمشي انتوا أصلا ما تفهموش حاجة كلكم، أنا زي الفل برضه. لان احنا دايما، وده بقى اللي بيفرق بين التخصص. ممكن حد في وسط الهزار، لا انا نرجسي جدا خد بالك، انا مهتم ما اعرفش ايه، فاحنا كده احنا كده عرفنا ان اي حد قال على نفسه نرجسي هو مش نرجسي. احنا اوقات بنشوف، يعني لو واحده مثلا في علاقه، او واحد في علاقه، فهو في وسط العلاقه بيشك هو انا نرجسي. لان اوقات كتير بالذات في العلاقات الزوجيه، النرجسي بيتهم الضحيه ان هي اللي نرجسيه. فتبدا تشك، طالما شكت وراحت سالت المعالج بتاعها او دورت، لا، يعني غالبا لا، هي مش نرجسيه. ما بيعترفش، ما بالظبط. هو اصلا عنده مشكله مع النقد، ما بيتقبلش الرأي الآخرين ولا بيتقبل النقد، لأن هو النقد بيهدد صورته المثالية اللي عاملها لنفسه، فبيهاجم اللي بينتقده. فمش معقول أنا هقول لك أنت نرجسي فتروح أنت مش هتاخد الكلام ده أصلا، أنت بالظبط، هتلوم لا على انت المشكله الآخرين. فيك انت، برافو عليك. وتعالى فهو بقى نشتغل عليها سوا. أنا هعالجك. اللي هو انا قتلت القتيل وبدور على الجثه. أمم. لا بسم الله ما شاء الله عليه، كده البلوكات وصلت 6. أمم. طب هما هنديك هل واحدة. طيب طب دلوقتي احنا بنتكلم ان في حد نرجسي أمم. الفقد بيخليه ده زي الارم ليه يبدا يطلب علاج ويعرف ان هو نرجسي، وفي حد أمم. بياخدها بهزار وما بيطلعش نرجسي فعلا، ممكن وفي يضحك حد على الضحية بقى، ما هو ممكن، يعني واحدة دلوقتي متجوزة فخلاص هتسيبه، يقول لها خلاص أنا عرفت إن أنا نرجسي، يلا أتعالج، بيضحك عليها، يعني فاهمني، بس عشان ما يفقدهاش أو يفقد الاهتمام اللي هو بياخده منها، ما عشان يرجع يفقدش يسيطر عليها. المصدر، المصدر اللي يرجع يسيطر بيغذيه. عليها، فيضحك عليها، بيقول لها أنا عرفت، أنا اتأكدت إن أنا نرجسي وعايزة أتعالج. وأوقات بيبقوا فعلا صادقين، بس حالات نادرة، عشان كده بقول لك حالات نادرة. وده بياخدنا، هل هم كلهم زي بعض؟ يعني هل لا كل في النرجسيين متشابهين؟ لا في اختلافات. في منهم بيكون صريح في شعوره بالعظمة، ودي اسمها النرجسية الواضحة الظاهرة. ايوه. ماشي. ومنهم بقى بيظهر بصورة خجولة أو حساسة، أنا غلبان بقى، أنا يعني أنا خجول.
بس هو جواهم نفس الشعور بالاستحقاق، الاتنين عندهم نفس الاستحقاق. والتانية دي اللي هو الخجول او اللي هو الحساس، اللي هو انا حساس وخجول وطيب، ده نرجسي خفي، وده يعني ليفل الوحش بقى. ماشي. اللي هو بس مفيش الحاجة كده. موجودة بس احنا هنعبر عنها بطريقة مختلفة، اه بس العلة او المرض واحد. اه بس مفيش قالب ثابت، وهي درجات، وهي الشدة بتختلف طبعا. في نرجسي ليفل الوحش، في متوسط، في ضعيف، يعني هي درجات. في اللي بيبدأ يخش لك عشان يحافظ على مكانه في حياتك، بعد كده يبدأ يمارس بقى الحاجات بتاعته وهو اوريدي خلاص هي دي ضمن وجوده. دي مرحلة اللاف بامبنج، هنتكلم فيها ان شاء الله في فيديو جاي يعني. ايه ده، بسم الله ما شاء الله، دي ليها حاجة؟ ده انا ايوه. كنت فاكرها من ضمن انواع النرجسيين كده. لا لا، دي المرحلة الأولانية اللي بيبهرك بيها. هناخدها بقى، دي هناخدها، دي عايزة احنا قعدة. النهارده بنقفشه، احنا عايزين نقفش في النرجسيين اللي هنا، امم بعد كده هنتعامل مع كل واحد. طب دلوقتي احنا اكيد وسائل، كنت بتقولي حاجة؟ ما كنت عايزة أقول مم. إن إحنا ده، يعني إحنا بنعمل الحلقات دي كتوعية للناس، مش علشان نشخص حد. بالظبط. احنا دلوقتي زي ما بدأت في البداية، احنا اتعاملنا مع ناس، كل يعني في ناس معينة وصلت لنا لدرجة، وصلت للتروما في حالات مم. معينة. ممكن تكون حالات معايا، حالات مع حد من اللي بيسمع، وده بياخدني ان انا اقول اي حد ممكن يبقى ضيفنا الحلقة الجاية بالنسبة للكلام ده. لو اي حد ضحية حد نرجسي يحكي لنا تجربته في الكومنتات، والسيزون ده تقريبا مش هيخلص. هيبقى هيبقى تقريبا زي تطبيق عملي اللي احنا بنشوفه. احنا بنتكلم عن حالات وجات حالة منها، والله حتى النرجسي مرحب بيه، بس لو انت اعترفت اصلا انك نرجسي. احنا ممكن نعمل حلقة مع حد نرجسي عادي، بس ده اوريدي مشكلته ان هو مش معترف بده. طب ده هياخدنا للتواصل. احنا دلوقتي السوشيال ميديا والتواصل عامة اختلف. يعني انا كنت قاعد مع راجل كبير مرة، وقال لي انا مرة بعت ابني لاختي الكبيرة عشان اعزمها في العيد، بهدلته. قلت له طب بهدلته ليه انت؟ قال عشان انا كنت المفروض اروح لها. قلت له طب ما في الموبايل. قال لي لا، الموبايل ده على ايامكم. حد بقى كده دكتور من الناس القديمة النوبيين الجمال دول، أيوة. قال لي ده انا اروح وتعمل اللي تعمله وما تجيش وتحايل عليها كمان، تليفونات دي بوظتكم. مم. فده ياخدنا بقى، هل طرق التواصل المختلفة زادت من السمات النرجسية؟ لان ده دلوقتي شخص مش قدامي. طبعا الشخص هو مش قدامي، غير موضوع فيس تو فيس، الشات، غير الفويس نوت، غير المكالمة. هل مم. ممكن يستغل ان هو يضغط على ضحيته بحجة ان انت مش قدامي، انت فهمت غلط، فده يديني مساحة ان انا امارس النرجسية بتاعتي وابدأ اتغذى على اللي قدامي؟ بس هو بطريقة تانية، هل وسائل التواصل الاجتماعي زادت من مم. السمات النرجسية؟ بص، هو في دراسات بتقول، يعني أشارت إن وسائل التواصل بتشجع بعض السمات النرجسية. احنا قلنا في فرق بين اضطراب الشخصية النرجسية والسمات النرجسية، السمات اللي عندنا كلنا عندنا سمات نرجسية بدرجات، لكن الاضطراب هقول لك الفيصل. يعني مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، في ناس بتبقى بتبحث عن إعجاب بشكل مستمر، الإعجاب، الاهتمام، لكن ده مش هيسبب الاضطراب. هو ده سمة نرجسية، لكن مش هيسبب الاضطراب. يعني مش وسائل التواصل او البحث عن الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي واحط صورتي وانزل انا فين والكلام ده مش هيسبب الاضطراب. الاضطراب بينتج من عوامل بيئية مع عوامل وراثية وحاجات كتير نفسية مع بعض. لكن ده ممكن يحفز السمة، ان انا يبقى عندي رغبة ان انا احصل على اهتمام او اعجاب من الاخرين بس البذرة موجودة. كسمة. لكن مش بتشجع يعني لو واحد ما عندوش الاضطراب، مش الوسائل مش هتشجعها. لا لا، هو النرجسي عنده الاضطراب، هو نازل فيها. هو عوامل وراثية اصلا بيئية، خلاص يعني هو هو، موجود. يعني ما هل ينفعش ممكن حد. يكون مرض نفسي في الجينات؟ هو بيبقى فيه عوامل وراثية وعوامل نفسية وبيئية مع بعض، دي برضو عايزين لها حلقة لوحدها. ليه النرجسي ده اتكون ازاي؟ مش بالظبط، عايزين لان نتعاطف معاه، احنا هنقول هو اتكون ازاي، مش هنتعاطف معاه، لان احنا بنختار يا نبقى مؤذيين يا ما نبقاش مؤذيين. اختيار في الاخر. لكن هو اختار انه يبقى مؤذي، يعني هو يتحاسب. مش احنا هنقول مثلا في عوامل دفعته لكده فيا حرام
متعاطف معاه. لا، هو ما في ناس كتير مرت بالطفولة دي، او ناس كتير مرت بالاذى ده او بالعوامل دي، وقررت يبقى عندها وعي وقررت انها ما تأذيش حد. مفيش مبرر للاذى. بالظبط. بس انا ببرر، الراجل ده مم. ضحية، البنت دي ضحية، ما نعرفش تربيتها عاملة ازاي. ده مبرر للاذى. هنحط نفسنا ان احنا هنصلح الكون قصاد المنقذ واحد بقى. مستني دور ده. لا، دور المنقذ ده عايز حلقة بس. احنا كده قفشنا في النرجسيين مم. بصورة مجملة. بس قبل ما نتعمق في الحلقات اللي جاية، احنا عايزين كده رسالة نوجهها لأي حد يعتقد انه عايش مع شخص نرجسي او تعرف على شخص نرجسي. نرجسي بقى مش من ابو سمات، من ابو اضطراب، مم. النرجسي اللي بجد. ماشي. انا رسالتي هنا ان انت ما تشغلش بالك بالتشخيص، لكن اسأل نفسك سؤال واحد: هل العلاقة دي بتؤذيني؟ هل بحس بالاستنزاف؟ هل بحس بالخوف؟ هل فقدت قيمتي او حاسة ان انا بفقد قيمتي كل يوم في العلاقة؟ لو الإجابة يبقى الأولوية هنا ان انت تحطي حدود، وان انت تحط حدود وتحمي نفسك وتطلب الدعم من حد مختص او من حد قريب منك. التشخيص مسؤولية المختص، لكن حماية نفسك وانك تحط حدود وحماية صحتك النفسية هي مسؤوليتك انت ومسؤوليتك بالظبط. انت. ودي مش هنحتاج لها دكتور او مختص عشان يعرفنا ان احنا لازم كده خلاص، ما اننا عرفنا ناخد اللي فاضل من طاقتنا واحترامنا لنفسنا، وما نغوطش اكتر من كده، لان هي زي رحلة التكملة فيها بتكلفك العودة، لان انت مش هتغيري اتجاه، انت مطالبة انك ترجعي لنقطة الصفر عشان تمشي في السكة الصح بعد كده. صحيح. فأي حد بيعرف حد نرجسي بيعرف انه يعرف حد نرجسي، ماشي هنعذر الناس وهنبدأ نشوف مختص هل اللي احنا معاه ده نرجسي ولا لأ. ساعتها لو عرفنا وكملنا يبقى الموضوع غلطتك او غلطتك. والله العظيم انا معرفش الوقت عدى ازاي، بس انا نرجسي ده عايز حاجات، يعني احنا تقريبا لا سيزون ايه، هو خلاص كده نرجسي احنا استلمناه. اي نرجسي هيمشي في الشارع هيحس انه عليه طار وهيتلسم، مش هننزلك الشارع. والله اتمنى اكون ما صدعتكيش باسئلتي كتيره. لا والله، حلقة لذيذة. ده هيديني فرصه ان انا ازود الاسئله بما انك ما اعترضتيش. هل دي نرجسيه او لا هنبقى نعرفها الحلقه الجايه. اي حد اتعامل مع حد نرجسي، الكومنتات مفتوحه للكل، لينكات السوشيال. هستأذن الدكتور ان انا ممكن انزل اللينك بتاع الصفحه بتاعتها بتاعت الاستشارات بتاعتها في الديسكريبشن. انا ممكن اعمل ده؟ اتفضل طبعا. اوكي، يلا بينا. الحاجات الحلوه بتاعتنا بقى اللي احنا ما انتبهش من بعيد، الناس الكاريزما. طب اي حد بقى بيتفرج مش عامل سبسكرايب ده نرجسي، اثبت لي بقى ان انا غلط بقى. لايك، سبسكرايب، تنزل الديسكريبشن هتلاقي لينكات، هتفولو على كله، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.